يسعد أوقاتكم يا رب. بسوي معكم حلا الجلي، حلا بارد وسهل ولذيذ. أول خطوة بجهز معكم الخلطة البيضة. أضفت 6 حبات جبنة كريمي و3 علب قشطة قيمر، ممكن تحطوا العلبة العادية علبتين، ورشة فانيلا. هذه القشطة اللي أنا استخدمتها. ثاني خطوة نضيف ظرفين دريم ويب، بعدين نخلطهم. بعد ما ينتفش أضفت ظرفين كريم كراميل، طبعا ما أضفت نستل، ما يحتاج، هو أصلا حالي. وبعد ما نخلطهم بجهز الصينية. حطيت طبقة من البسكوت، غمستها بالحليب، بعدين بضيف من الخليط، بعدين طبقة من البسكوت، بعدين الخليط. طبعا أنا مسوية مقدارين، انتوا تحبوا كمية قليلة سووا نص المقدار. طبعا الطبقة البيضاء إذا تحبوها شوي سايلة أضيف ربع كوب حليب، بس أنا ما حطيت. بعد ما خلصت الكمية دخلتها الفريزر، لازم تبرد تماما تماما عشان ما يختلط معنا الجيلي بالطبقة البيضاء. طبعا الجيلي أضفت ظرفين جيلي مع كوبين ماء ساخن حتى يذوب معنا الجيلي، ونتركه يبرد تماما تقريبا نص ساعة حتى يصير بحرارة الغرفة. وأحطه بالملعقة بهذا الشكل شوي شوي. طبعا راح يجمد معنا لأنه الصحن كان بالفريزر. بعدين ندخله الثلاجة حتى يبرد معانا، وبكذا صار جاهز وبالعافية.